في نهاية الأحداث اللي فاتت بتاعتنا كنا شفنا بطلنا سانشو واللي كان بدأ إن هو يحارب وحوش الأورك وبسببهم كان بياخد نقط، وبسبب كده فهو كان قدر يزود بالنقط الشجرة واللي بسببها فهو أخد تفاح. على الجهة التانية اللي اسمها جين بقى كانت موكلة بمهمة بسيطة إن هي تروح وتشتري التفاح ده من عند سانشو، وفي الوقت اللي هي كانت رايحة له فهو كان لسه عمال بيقاتل الأورك وحرفيا كانت قوته زادت بشكل كبير جدا وبيقدر يقطع في رؤوسهم كلهم. ساعتها جين كانت وصلت للمكان بمساعدة الحذاء بتاعها وبتكون مصدومة من المنظر وبتقول ان اللي بيحصل ده شيء مجنون، وبتشوف سانشو وهامتول كأنهم شياطين بالنسبة لها. في الوقت ده بنعرف حاجة مهمة وهي ان الأورك الخالد زمان كان هدف الصيد الأول، وده لأنه بيدي نقط أكتر من أي وحش تاني. لكن بمرور الوقت البشر اكتشفوا ان الأورك ده مهما اتقتل بيرجع من جديد بعدها اليوم، ولكن بيكون أقوى من الأول كمان. ومعروف على الأورك دايما ان هم بيفضلوا يتتبعوا الشخص اللي قتلهم مهما كان مكانه لحد ما ينجحوا في قتله، وللسبب ده البشر بقوا بيتجنبوا الأورك. في الوقت ده جين بتبقى لسه بتتفرج على سانشو وبتقول عليه ان هو اكيد مجنون، وبتركز اكتر ومش بتبقى فاهمه ازاي مش خايف من اللعنه اللي هتحصل بسبب الأورك. بشويه تخمين جين بتحس ان سانشو يبقى سيد سيف، ومش بتبقى عارفه ازاي سيد سيف هيبادلها دلوقتي بالتفاح، بس بتقرر تعامله كويس بدل ما تخليه يغضب او يأذيها. نرجع مره تانية بقى لبطلنا واللي بيبقى فرحان قوي عشان عدد النقط من الأورك زاد بنسبه 10%، وبكده يقدر ينتج المره دي 100 تفاحه في اليوم. في الاثناء دي بتيجي جين وبتنزل بقى وبتنحني لسانشو وبترحب بيه وبتعرف بنفسها وانها تبقى عامله التوصيل. بيسلم سانشو عليها وبيقول لها انت ازاي لقيتيني بسهوله كده، فجين بتضحك وبتقول لنفسها انا ما ينفعش اقلل حذري من الولد ده لانه شايف الأورك الخالد مجرد لعبه بالنسبه له. وبتكون قلقانه شويه من سانشو، ولكن لما بتشوف هامتول بتعجب بلطفه جدا وبتبقى عاوزه تلمسه. بيخاف هامتول من كده وبيستخبى، وسانشو بيسأل جين اذا كان في مشكله دلوقتي ولا ايه. بتعتذر جين وبتقول مفيش اي مشاكل خالص، فسانشو بيتحرك وبيقول لها تمام تعالي معايا. بعد كده الوقت بيمر معانا وجين بتشوف التفاح بقى اخيرا، فبتقول عليه انه جميل جدا. بيرد سانشو وبيقول لها ايوه، وبيأكد لها انه تعب بشكل كبير في انتاجه. وبعد كده جين بتبص على الشجره فبتستغرب منها لانها بتكون ضخمه قوي، وكمان شجر التفاح المفروض يبقى اصغر من كده. بيقطف سانشو تفاحه وبيسأل جين اذا كانت حابه تدوقها، فبتوافق جين وعلى طول بتاخد التفاحه دي وبتكون متفاجئه جدا من حجمها، وبتقول لنفسها ان كل ما الفاكهه كبرت عن الحجم الطبيعي بتفقد طعمها الاصلي. بتقطم جين قطمه وبتكون متفاجئه بالطعم الجميل جدا، وبتفضل تكمل اكل بقى، وبتشوف انها تفاحه مثاليه بالنسبه لها، وبتبقى عارفه ان التفاح اللي زي ده سعره بيبقى حوالي 50,000. بعدها بتكلم سانشو وبتساله اذا كان عارض التفاحه الواحده ب2000، فسانشو بيرد وبيقول لها ايوه بالظبط كده. بتكلمه جين وبتقول له السعر ده ما ينفعش خالص، فسانشو بيسالها اذا كان كده غالي ولا ايه، وبيقول لها انت عاوزه تشتري الواحده بكام بالظبط. وقتها جين بترفع صبعين، فسانشو بيستغرب لانه بيفكر ان ده 200، وبيقول ان العدد يعتبر قليل جدا بالنسبه له. ولكن جين بترد وبتقول له انا عاوز اشتري الواحده ب20,000، وبتفهم سانشو ان 20,000 ده اقل سعر موجود. سانشو وهامتول بينصدموا من السعر ومش بيصدقوا، وبيفضل سانشو يصرخ حده وبيقول ان التفاح طلع غالي. في الاثناء دي جين بتفكر مع نفسها وبتقول انا ما اقدرش اخدع زبون شبه سانشو كده، لانها بتفتكر طريقه القتال بتاعته وبتكون خايفه ان هي تخدعه عشان ممكن يقتلها بسهوله. بتفضل بعد كده تمدح في التفاح ده وانه احلى تفاح في العالم ومفيش تفاح زيه ابدا. وهنا هي بتحسب التفاحه على 20,000 وبتخرج العقد بتاعها وبتطلب من سانشو ان هو يمضي. بيتفاجأ بطلنا من العقد الكبير اللي موجود، بس بياخد القلم وبيفضل يقرأ وبيبتسم وبيقول انا هغير حاجه في العقد ده بس، وبيمضي. بتشوف جين التغيير اللي اتعمل وبتتفاجأ وبتقول لسانشو انت كده اتلخبطت لانك قللت نسبه من ارباحك. بيبتسم بطلنا وبيقول لها انا قصد اعمل حاجه زي دي عشان احنا هنشتغل دايما مع بعض، وكمان لانك قلتي لي حقيقه السعر وده معناه انك امينه. بتتفاجأ جين من شخصيه سانشو دي وبتسلم عليه وبتشكره لانه قبل العقد بتاعها. وبعد كده بتقول له انا اسفه بس نسيت اطلع الحاجه اللي انت طلبتها، وبتفتح هنا الشنطه وبتخرج له كل حاجه طلبها من بذور وادوات طبخ وغيرها. بعد كده بتطلع عش بيبقى فيه بيضتين مرافق، وبتقول له البيضتين دول هديه عشان نفتكر الصفقه دي بس مع بعض، وبتاكد له ان هو مش هيحتاج مرافق لان بالفعل معاه واحد. هنا طبعا بيبقى قصدها على هامتول، بس سانشو مش بيبقى فاهم حاجه وبيستغرب وبيقول لها مين المرافق بالظبط.
فبترد جين وبتقول له انا قصدي اكيد على الهامستر اللي معاك لانه الطف بكتير من كونه مجرد وحش. بيكلمها سانشو بيقول لها طب فهميني دلوقتي ازاي البيضه دي ممكن تفقس. فبترد جين وبتفهمه انه المفروض يحقن البيضه دي بالنقط، وبتقول له كل ما النقط بتاعتك كانت اكتر الوحش هيكون اقوى من الاول، ولكن بتحذره من الاندفاع عشان البيضه ما تفرقعش في الاخر، وبتنصحه برضه ان هو يوقف حقن بالنقط لما يلاقي البيضه دي عماله بترتعش. فبيسمع سانشو كلامها وبيقول لها تمام انا هجرب بنفسي وهشوف اللي هيحصل. بعد كده جين بتسال سانشو بقى عن ميعاد الحصاد الجاي وكميته، فبيرد سانشو وبيقول لها انا بنتج 50 تفاحه في اليوم وكمان هزرع محاصيل تانية. بتقعد جين تسجل وبتعمل مع سانشو خطه شراء وكمان مواعيد عشان تزوره وتشتري منه الحاجه. الوقت بيمر معانا بقى وسانشو بيخلي الحاكمة تنام على مخدة مريحة جدا، وبيقول انا بخبي الحاكمة قبل ما ابدأ الصيد دايما عشان احميها. بنلاقي ان بطلنا هنا بيكون معاه اغراض كتير، وطبعا هو ما توقعش انه يكون غني بالشكل ده بسبب بس بيع التفاح. بعدها بيبص على الحاكمة وبيكون مستغرب انها حضن البيض كده بكل حب، وبيشوف ان هو لازم يجمع النقط عشان يقدر يخلي البيض يفقس قريب. بيفكر سانشو برضه وبيقرر انه لازم يزود عدد زباينه الدايمين عشان يكسب فلوس بشكل كبير. وساعتها في اللحظة دي بتظهر له رسالة بيطلب منه فيها انه يقيم الأورك الخالدين حالا. بيستغرب سانشو لكنه بيبتسم لانه اموره بقت كويسة، وبيفتكر اول ما وصل هنا وحال الحاكمة وخوفه من الأورك. بيقول لنفسه بحماس انا دلوقتي حتى ما بقتش خايف وحتى متشوق جدا للأحداث الجاية. من هنا بنرجع من جديد بقى لمقر التناسخ، وبنلاقي مدير جين بيقطع تفاحة وبيسأل اذا كان سانشو ده مجرد تابع عادي ولا هو حد مختلف، وبيحس كده ان هو ممكن يبقى خيميائي. بترد جين عليه وبتقول له الولد ده غالبا كوري وشكله محارب او حتى بدون تصنيف. وبعدها المدير بيقول ان معظم الكوريين بيبقوا محاربين فعلا، ولكن بيسأل ازاي محارب ممكن ينتج فاكهة بالشكل ده يعني. بتزود جين وبتقول له على فكرة انا شفته كمان بيقتل الأورك الخالدين بمنجل مصدي تماما، وما كانش معاه اي حاجة يقطع بها الرؤوس بس غير المنجل ده. بيحس المدير ان كده سانشو ممكن يبقى سياف وبيتدرب عن طريق وضع نفسه في موقف صعب او عجز بالنسبة له، وبيقرر من هنا انه يخفي كل معلومات سانشو احسن. فبتوافقوا جين على كده وبتقول له ده نفس الرأي بتاعي. بيقرر المدير في النهاية بقى انه يبيع باقي التفاح اللي موجود ده، بس بيمد ايده عشان ياخد اخر قطعة من التفاح، ولكن جين بتمسك ايده وبتقول له انت اكلت تفاح كتير لوحدك. ومن هنا بيفضلوا يتخانقوا بقى على القطعة الأخيرة. في نفس الوقت ده احنا بنرجع لسانشو واللي بيحط البيضة وبيحقنها بالنقط، وبيتساءل عن نوع المرافق اللي هيطلع له دلوقتي. ساعتها بيخرج من بطلنا طاقة كبيرة وبيقول لنفسه انا عاوز المرافق ده يبقى لطيف وشرس في نفس الوقت. وهنا اول بيضة موجودة بتتشقق، فبيفرح سانشو قوي ولكن هامتل بيقلق، والحاكمة بتبقى متشوقة تشوف ايه اللي ممكن يخرج. بتفقس البيضة بقى اخيرا، وبيجي لسانشو ان هو دلوقتي حصل على مرافق من الرتبة 3S. المرافق الموجود ده بيضرب البيضة بالرجل وبنلاقي منقاره وجناحه بيخرجوا، وبنكتشف ان في النهاية بيطلع مجرد كتكوت. بينصدم سانشو لانه استهلك حوالي 120 ألف نقطة وفي الاخر طلع له كتكوت مش اكتر. وبعدها بيلاقي الكتكوت ده عمال بيجري وبيطلع صوت، فبيقول لنفسه بمجرد ما الكتكوت بس يكبر ويبقى فرخة فانا هذبحها وهاكلها احسن، لان اكيد هو عمره ما هيساعدني في اي حاجة. بيقعد سانشو يعيط ومش بيبقى مصدق ان مصيره هو اكل فرخة ب 120 ألف نقطة. بيقرر هنا بقى يدي للكتكوت ده اي اسم وخلاص، لانه كده كده هيذبحه، وفعلا بيسميه أري. بيفضل أري هنا يصوصو وبيشاور على البيضة التانية عشان بتفقس، فسانشو بيفرح من كده وبيتحمس وبيتمنى يطلع له بس مرافق يساعده. بتفقس البيضة بقى والمرة دي بتطلع خنزير، فسانشو بيقرر يسميه دوجي، وبيكون زعلان عشان حتى البيضة دي خرجت له مرافق مالوش أي لازمة. في الوقت ده بنلاقي أري ودوجي بيعرفوا نفسهم للحاكمة بشكل رسمي وبيبدأوا يحيوا فيها، فبتبص لهم الحاكمة وبتعتذر لهم وبتقول لهم أنا آسفة إن أنا ما قدرتش أحميكم. الاتنين بينفعلوا وبيقولوا للحاكمة احنا اللي بنعتذر عشان ما قدرناش نخدمك كويس ومتنا في الاخر. بتنبسط الحاكمة ان هم معاها من تاني دلوقتي، ولكن بتفهمهم ان سانشو ما يعرفش ان هم اتباع ليها اصلا، وبتأكد لهم ان لو سانشو عرف ان هم مالهمش اي لازمة فغالبا هيبيعهم او ممكن حتى ياكلهم. أري ودوجي بيتخيلوا الموقف ده وبيترعبوا، فالحاكمة بتقول لهم انا عاوزاكم تظهروا احسن صورة عندكم لحد ما تكتسبوا مهارة التخاطب. بيزعلوا هما الاتنين من الموقف وبيكونوا قلقانين، وبيقرروا ياخدوا حذرهم كويس من سانشو بس.
بعد كده بيمر الوقت وبنروح لتاني يوم واللي فيه سانشو بيتحرك بالمنجل وبيقول ان الفقرة اليومية للقتال جت زي كل يوم، وفورا بينطلق وبيطير رؤوس الوحوش اللي موجودة. اري ودوجي بيقوموا على الصوت ده وبيسألوا ايه الدوشة اللي حاصلة، وبعدها بينصدموا هما الاتنين من القوة المرعبة جدا اللي عند سانشو وقدرته على تقطيع الرؤوس. بطلنا بيبقى مكمل في القتال عادي، فبيقتل الأورك وبيطير رقبة واحد وجسمه بيروح قدام اري بالظبط. بيترعب اري من الموقف وبيقول لنفسه انا اول ما خرجت شفت سانشو باصص لينا وبيلحس شفته ولعابه بيسيل بالكامل، فبيصرخ وبيحس ان ممكن فعلا سانشو ياكلهم. في اللحظة دي بطلنا بيبقى قتل كل الأورك اللي موجودين وعدد القتلة بيوصلوا لحد 202. بعد كده هو بيسمع صوت غريب فبيبص وبيلاقي ان الصوت ده من اري ودوجي، وبيكلمهم وبيقول لهم انتوا ايه اللي جابكم لهنا. اري بيبقى شايل فوطة عشان بس سانشو يمسح وشه، اما دوجي مش بيكون قادر خالص بسبب ان هو شايل اري. بيبتسم اري لما بيشوف تعابير وشه ده وبيطلب منه ان هو يبتسم بدل ما سانشو ياكلهم. بس عموما سانشو بيشكرهم يعني وبياخد المنشفة وبيمسح عرقه، وبعدها بيقطع تفاحة وبيطلب منهم هما الاتنين ياكلوها. ما بيصدقش دوجي وبيجري بسرعة على التفاحة، بس اري بيزعق له وبيقول له ما تخلكش مندفع كده عشان ما تبانش انك بتحب الاكل. بيتكلم سانشو بقى لما بيلاقيهم بياكلوا فاكهة وبيقول انا سمعت ان الحيوانات اللي بتتغذى على الفواكه طعمهم بيبقى احلى لما بيتم طبخهم. فبيسمع اري الكلام ده وبينصدم جدا وفورا بيشد راس دوجي وبيقول له يا ريت تبطل اكل بدل ما تبقى خنزير مشوي في الاخر. بعد كده سانشو بيقدم طبق تفاح لاري وبيساله اذا كان حابب ياكل هو كمان، فبيفرح اري بكده ولكن بيبقى شايف ان سانشو مجنون لان التفاحة دي بتستهلك اساسا حوالي 500 نقطة، وال 500 نقطة دول هم الدخل اليومي لاي حد مكان سانشو. وهنا اري بيتف وبيقول انا مش هقع في الفخ بتاع سانشو ابدا واكل، بس سانشو مش بيفهم وبيخمن ان اري غالبا مش بيحب التفاح يعني. بيحط له المرة دي رز في الطبق، فاري بيضعف وبيجري وبياكل، بس بيقول لنفسه انا اذكى من دوجي ومستحيل اخلي سانشو ياكلني. بينتبه سانشو في الوقت ده للي حاصل وبيلاحظ ان اري بياكل اقل من دوجي بكتير. بيمر الوقت كالعادة معانا وبنلاقي سانشو بيخلي دوجي يعمل حفرة في الأرض وأري بيرمي البذور فيها. بيردم سانشو بقى وبيسقي البذور دي وبيديها بركة الخصوبة بتاعته، فبنلاقي النبات بيكبر وبيفرح بطلنا جدا بكده لانه بيحصد النبات وتقريبا بيبقى ده هو العنب. بيرفع سانشو واحدة في ايده وبيكون مبسوط جدا بالانتاج الجديد بتاعه، ووقتها اري عينه بتلمع على الاكل، فسانشو بيشوف كده وبيتفاجأ وبيسأل اذا كانت الكتاكيت بتحب الحاجات اللامعة ولا ايه. بيفضل يحرك العنبة قدامه فهو بيحرك راسه ناحيتها، لكن سانشو بيعرف اري ان اول حصاد لازم يروح للحاكمة على طول. فعلا هو بيحط الاول الطبق قدام الحاكمة عشان تجرب. بتحط الحاكمة راسها وسط الطبق وبتبدأ هنا بالامتصاص، وسانشو بيقول لنفسه ان طريقة الاكل بتاعت الحاكمة دي مرعبة قوي بالنسبة له. بعد كده بيقول للي معاه احنا محتاجين بس ناكل بسرعة عشان هنزرع دلوقتي بطاطس وبطاطا كمان، وساعتها بيحدف اكل الكل اللي موجودين. بياكل دوجي وقتها بكل شراهة، فسانشو مش بيستغرب لانه عارف ان كده كده دوجي بياكل كتير، بس لما بيبص على اري بقى بيتفاجأ لانه بيبقى خلص اساسا اسرع من دوجي وبياكل شبه المجنون حرفيا. بعد كده هما الاتنين بطنهم بتتملى وبيناموا على ظهرهم، واري بيقول للاسف شهيتي هزمتني ومن الواضح ان نهايتنا هتبقى قريبه. سانشو طبعا مش بيكون عاوز يأذيهم وبيقول لنفسه انا مبسوط ان الحيوانات بتاكل كويس دلوقتي، وبيبقى شايف انه كده لازم يزرع نباتات تانية عشان الكل ياكل وهو مبسوط اكتر. بيفتكر برضو ان النهارده المفروض هو ميعاد بيع التفاح الخاص بجين، وبيتساءل اذا كانت الامور ماشيه معاها كويس ولا ايه. وعشان نعرف الامور ماشيه ازاي فاحنا بنروح مباشرة لعند المتجر المركزي، وهناك المدير بيخلص ورق وبيقول ان كده كل حاجة مظبوطة وباقي بس ان انا اشوف المبيعات. بيبص المدير على متجر التفاح وبيسميه تفاح الامبراطور، وبيلاحظ ان في عدد كبير جدا من الناس هناك وبيبقى زي ما هو توقع الكل بيتفرج ومحدش بيشتري. بيكون حاطط وقتها على التفاح غبار ذهب وتحته ريش وسعر الواحدة بتبقى 200,000 بالظبط. بيقول المدير على العرض ده انه مثالي ولكن السعر يعتبر عالي جدا وعشان كده الكل متردد في الشراء، وبيبقى عارف ان لو اي حد دق التفاح ده ففورا هيشتري، وعشان كده بيفكر ان هو يعمل جزء خاص بالتذوق. بس فجأة في الوقت ده المدير بيسمع بائع بيشكر حد على انه اشترى منه. بيستغرب المدير وبيبص وبيلاقي الكل مصدومين، فبيقول لهم في ايه دلوقتي، وفورا بيروح لعند البائع وبيقول له ايه الدوشة اللي عندك دي. بيرد البائع على المدير وبيقول له ان خلاص كل التفاح اتباع، فالمدير مش بيصدق وبيسأل ازاي يعني لان ما كانش في حد بيشتري خالص اصلا من الاول. بيرد البائع وبيقول له في حد جه وخد واحدة بس ودقها
ومن بعد كده اشترى كل التفاح اللي موجود، وبيقول ان اللي اشترى ده يبقى اسمه رهان. بيعرف المدير برضه ان شكل اللي اشترى غالبا شخص مشهور قوي يعني. المدير بينصدم اصلا وبيقول على رهان ان هو يبقى صاحب طريقة التدريب بالتقييد وكمان سيد السيف اللي محدش قدر يهزمه ابدا قبل كده، وبيتحمس وبيقول ان شراء رهان للتفاح بتاعه ممكن يعمل دعاية كبيرة جدا. ساعتها فعلا رهان بيكون متحمس وبيفضل ياكل التفاح ده وبيبقى مبسوط قوي بسبب الطعم اللذيذ اللي طالع منه. بعد كده المدير بيقعد في المكتب وبيبقى هيتجنن ومش عارف المفروض يكتب ايه في المقال، وساعتها حد بيرن عليه، فبيرد المدير والشخص ده بيكلمه وبيسأله اذا كان يقول ان التفاح بيساعد ان اي شخص يبقى سيد سيف. بيرد المدير وبيقول معرفش، وبعد كده الموبايل الارضي بتاعه بيرن، فبيرد برضه وبيرحب بالعميل وبيكون متفاجئ وبيقول له ازاي يعني دلوقتي اجهز لك 100 تفاحه. خلونا بقى هنا نرجع لعند بطلنا واللي بيقول لنفسه انا بقالي اسبوع موجود في المكان ده وحياتي كويسه قوي، والمرافقين حتى بيكونوا مبسوطين جدا من كل اللي حاصل. بيقول لهم سانشو استعدوا لان الرز جهز، وبنلاقي ان هو مجهز برضه ادوات الطبخ، فبيمسك بطاطس وبطاطا وبيقول ان طعمهم جميل جدا شبه التفاح كده. بعد كده سانشو بيقشر البطاطس وبيقطعها وبيحطها على النار، ووقتها دوجي بيقرب منه وبيلمسه، فسانشو بيبص له وبيلاقي ان لعابه بيسيل بسبب ان هو جعان. بيهديه سانشو وبيقول له الاكل ده مش ليك خالص، فبيتضايق دوجي وبيعيط، بس سانشو بيقول له خلاص ممكن اديلك شويه. في اللحظه دي بتكون جين وصلت لعند المكان وبترحب بسانشو، فسانشو بيرحب بيها برضه، وجين بتهنيه على فأس المرافقين بتوعه. بيسألها سانشو عن سبب الزياره دلوقتي، فبترد جين وبتقول له انا جايه لك باخبار كويسه جدا، وهي ان التفاح بتاعك كله اتباع حرفيا والواحده كانت ب 200,000. بتعرفه حتى ان كل الكميه خلصت في يومين، فسانشو بينصدم من كده وبيسأل ازاي ده ممكن يكون حصل. بتكمل جين كلامها وبتقول له دلوقتي الناس كلهم غضبانين لان التفاح خلص وهم عاوزين زياده، فبيستغرب سانشو وبيقول من الواضح ان الاغنياء بقوا كتير قوي والتفاح ما يستاهلش كل ده، وبعدها بيحسب نسبته ال 30% على 50 تفاحه، فعينه بتلمع لان كده هيبقى عنده ربح كبير قوي. بيتخيل نفسه حتى وهو ملياردير وبيفرح لان بالشكل ده هيقدر يدفع الفلوس ويعرف مكان اهله فين بالظبط. بيتكلم سانشو مع جين وبيقول لها انا شايف برضو ان السعر اللي على التفاح ده عالي قوي، واتوقع لازم يقل شويه عشان الضجه يعني مش هتفضل مستمره. وبيقول لها غالبا التفاح اتشهر جامد كده بسبب ان طعمه مختلف وجديد على البشر، ولكن لما طعمه ده يستمر مش هيبقى مشهور يعني. بترد جين وبتقول له احنا مش عاوزين نستهدف عملاء كتير، ولكن عاوزين نبيع في اليوم مثلا 100 تفاحه، وده كده هيخلينا نبيع لمده 27 سنه. بينصحها سانشو انها تستهدف العدد لان ده هيكون شيء افضل، لكن جين بتطمنه وبتقول له انا فاهمه شغلي كويس. وفجاه بتمسك ايد سانشو وبتساله اذا كان ينفع يزود الانتاج بتاعه. بيتفاجئ سانشو وبيهديها وبيقول لها على فكره انا عندي منتجات جديده وحلوه شبه التفاح كده تقدري ان انت تجربيها. مش بتصدق جين وبتضغط بقوه على ايده وبتقول له فعلا في حاجه غير التفاح ولا انت بتضحك عليا؟ وبعد شويه سانشو بيجيب بقى الاكل اللي كان مجهزه واللي ريحته بتبقى ماليه المكان، فجين بتعجب جدا بالريحه وبتتحمس انها تجرب. بيقول لها سانشو خلينا نبدا بالبطاطس المسلوقه الاول، وبيطلب من الكل ان هم ياكلوا. بتبدا جين فعلا وبتقطع حته وبتاكل وبتندهش بشكل رهيب من الطعم، وبتقول لو اتحط عليها كمان شويه ملح هتكون مجنونه حرفيا، وبتفضل تمدح في البطاطس دي وان طعمها حلو. بعد شويه بيكمل سانشو وبيدخل عليها المره دي بالبطاطس المقليه وبيفضل يوريها جمال الاكل، فجين لعابها بيسيل وبتاكل وبتدمع من كتر الطعم اللذيذ جدا. بتقول حتى على البطاطس المقليه دي انها تنفع تكون طبق رئيسي ومش مجرد مقبلات وخلاص. بيفرح سانشو من ان الاكل عجبها وبيقول لها دلوقتي بقى خلينا نختم الاكل ده بالبطاطس المشويه. جين بتاخد، وبعد كده بنلاقي كل المرافقين بيروحوا البطلنا وهم غضبانين جدا وبيقولوا ان هم جعانين، فعلى طول سانشو بيديلهم ياكلوا برضه هم كمان. وقتها همتول بيروح للبطاطا اللي مع جين، فهي بتفرح لما بتشوفه وبيبقى نفسها تلمسه جدا. اما سانشو بقى فبيخش في الجد وبيقول لها انا عاوز ابيع المنتجات دي كمان. بتتخض جين وبتشكره على طعم الاكل الاول وبتساله اذا كان يقدر يوفر المنتجات دي مع التفاح ولا ايه. بيقول لها سانشو للاسف لا، لان النقط اللي معايا مش هتكفي. فجين بتهديه وبتقول له كل اللي انت عملته كويس قوي، ولكن بتطلب منه بس يركز على التفاح اكتر، وبتفهمه يعني ان التفاح عمل نجاح كبير جدا خلاص، ولو هم سحبوا التفاح وما بقوش بينتجوا منه ده ممكن يعمل احباط للناس اللي بتحبه. وبتكمل وبتقول له احنا مش عارفين برضو اذا كانت المنتجات الجديده دي ممكن تحقق نفس الارباح ولا لا. بعد كده بتقف وبتنحني البطلنا وبتاكد له ان الطلب على التفاح هيفضل مستمر دايما، بس هنا بتسكت شويه وبتقلق انها ممكن تبقى ضغطت جامد على سانشو او حاجه. بعد مرور لحظات بيكلمها سانشو وبيسالها اذا كانت 100 تفاحه كويسين، فجين بتتفاجئ من الكميه وبتفرح قوي بيها. في الاخر سانشو بيقول لها زي ما انت قلت انا مش لازم فعلا ابقى مصر على المنتجات
المنتجات الجديدة دي، فبتشكره جين على كده وبتكون فرحانة ان هو وافق. بعد كده تاني يوم بيجي معانا بقى وسانشو بيتحرك لقتل الأورك. ساعتها دوجي بيكون بيتكلم مع آري وبيسأله إذا كانوا المفروض يمشوا ورا سانشو كده كل يوم ولا إيه، فبيرد آري وبيزعق له وبيعرفه إن هم لازم يفضلوا جنبه دايما عشان يبقوا أحسن من هامته للي معاه. سانشو مش بيبقى فاهمهم طبعا وبيكون مستغرب إن هم الاتنين بيمشوا وراه، وبيتساءل إذا كانوا من النوع القتالي ولا إيه، وبيخمن إن هم ممكن يبقى عندهم مهارات طالما كده كده مرافقين، ولكن بينصدم إن هم طالعين بيجروا أساسا وعمالين بيصرخوا عشان في اورك بيجري وراهم. بيحبط بطلنا جدا وبيقول انا املي خاب فيهم وكده كده مش هشغل بالي دلوقتي لان حركة الاورك بطيئة ومش هيقدروا يلحقوا المرافقين. بس بعد كده هو بيتفاجئ ان دوجي اساسا تعب ووقف مكانه، فبيزعق له سانشو وبيطلب منه ان هو يجري بسرعة. بيتدخل حتى وبيحاول ان هو ينقذه، ولكن بيبقى عارف انه مش هيلحق وبيطلب من الاورك ده يبعد فورا. للاسف الاورك خلاص بيكون قرب، فاري بيخبي وشه عشان ما يشوفش المشهد ده، بس بعدها بيتفاجئ بصوت قطع راس وبيبص وبيلاقي ان الاورك مات تماما. بينتبه سانشو دلوقتي ان المدى الخاص بالمهاره بتاعته زاد، وبيستنتج ان مهارته دي اتطورت. وبعد كده بيلف وبيبص على الاورك وبيجرب تاني ان هو يهاجم بنفس الطريقه اللي كان عملها دلوقتي برضه، فبيضرب بالمنجل فعلا، ووقتها بيخرج نسل قاطع بينطلق على الاورك ده وبيطير رقاب عدد كبير منهم. لما ده بيحصل بيجي لبطلنا ان هو دلوقتي حصل على مهاره جذر الرؤوس الجماعيه، فبيستغرب بطلنا الاسم ولكن بيكبر دماغه وبيقول المهم ان المهاره اتطورت، وعلى طول بيبدأ بقى يقتل في كل الأورك اللي موجودين بوحشية وهو عمال بيضحك ضحكة شريرة. في اللحظة دي دوجي وآري بيكونوا بيحضنوا بعض وعمالين بيعيطوا من كتر الرعب، وبعد كده بيجروا بسرعة على الحاكمة وبيندهوا عليها عشان خايفين. بتقلق الحاكمة وبتقول لهم في ايه، فآري بكل اندفاع بيعرفها ان سانشو بقى قادر ان هو يقتل 4 أو 5 أورك بضربة واحدة بس، وبيقولوا للحاكمة اللي حصل ده غلط لأن المفروض كنت انت تديله مهارة التواصل بدل مهارة القتل الجماعي اللي هو أخدها. بترد الحاكمة عليهم وبتقول لهم بس انا ما اديتش لسانشو اساسا اي مهارات جديده، فبيتعجب آري وبيفضل يصرخ وبيقول انا كده خايف لان انا خلاص هتاكل. دوجي برضه بيكون خايف بسبب المهاره، والحاكمه بتتخض وبتتخيل سانشو بشكل مرعب بالمنجل بتاعه، وبتقول عليه ان هو هيكون مخيف جدا فعلا لو فكر يقاتلنا. بتفكر الحاكمه وبتقدر انها تفهم ايه المهاره دي، وبتقرر تقول دلوقتي للمرافقين، بس اصلا دوجي مش بيبقى مصدق وبيقول انا متاكد ان الحاكمه هي اللي ادت لسانشو المهاره. بيضربوا آري وبيقول له اسكت واسمع الحاكمة، وبعدها بيطلب من الحاكمة تتكلم. بتتكلم الحاكمة وبتقول ان المهارة اللي عند سانشو دي غالبا اتطورت شبه مهارة الحصاد القديمة كده اللي اتطورت وبقت الحصاد الشامل، وحاليا فمهارة جز الرؤوس اتطورت وبقت اسمها الجز الجماعي. دوجي وآري بيترعبوا اكتر، وآري بيقول ان تطور المهارات ده مش بيحصل بس غير على ايد صيادين السنة الاولى. بتقول الحاكمة على سانشو ان هو مرعب فعلا، ولكن برضه يستحق الشكر لان بسببه احنا قدرنا نتجمع من تاني ونتكلم مع بعض. بعد كده بتحط ايده على راس آري وبتطمنه ان هي هتدي لسانشو مهارة التخاطب عشان يخلوه اهدى بعد كده، فآري بيشكرها وبيكون فرحان بده. في اللحظة دي بطلنا بيكون رجع وبيرحب بالحاكمة، فالحاكمة بتنبسط لما بتشوفه عشان اخيرا هتقدر تتكلم معاه شوية. بتبص للمرافقين وبتقرر انها دلوقتي تقدمهم لسانشو، وهنا سانشو بيتفاجأ اساسا بنافذة وان الحاكمة حاليا بتديله مهارة جديدة. ساعتها الحاكمة بتديله اختيارين، وده لان ما ينفعش تحطه قدام مهارة واحدة بس، والمهارتين دول واحدة بتكون هي عهد الخصوبة والتانية مهارة التواصل، وبتبقى شايفة ان اكيد يعني وبديهي سانشو هيختار مهارة التواصل عشان يقدر يكلمها، وبتقول لنفسها بمجرد ما يختار المهارة دي فانا هنصحه بس ان هو يحاول يتجنب القتال، وبتكون واقفة ومتحمسة وبتقول انا اول حاجة هعملها هي برضو ان انا هشكره. بيبدأ سانشو يختار، وعلى عكس المتوقع بقى فهو بيختار مهارة عهد الخصوبة. ساعتها كل الحماس والفرحة اللي عند الحاكمة بيتحولوا مباشرة لصدمة وإحباط، وهنا بنرجع بالزمن لثواني، وتحديدا لما سانشو بيشوف المهارات قدامه مش بيبقى عارف ايه مهارة عهد الخصوبة دي، لكنه بيبقى عارف ان مهارة التخاطب هتخليه يتكلم مع الحيوانات والنباتات يعني، وبيتخيل وقتها آري ودوجي وهم عمالين بيعيطوا وبيشتموا فيه وهو على طول بيحولهم لأكل، وحتى بيتخيل الشجرة بتكلمه وبتقول له انها تعبت من كتر انتاج التفاح، فبيترعب طبعا من الفكرة دي وبيقرر يبعد عن المهارة احسن وبيختار مهارة عهد الخصوبة.
صعوبة. بيستغرب سانشو بعد ما بيختار المهارة بقى الحزن اللي موجود على كل اللي موجودين، ومش بيكون فاهم السبب وقتها، مش بيهتم وبيقرر يبص على المهارة وخلاص. فبيفتح نافذة المهارات ومش بيلاقي أي وصف ليها أساسا. فبيخمن إن كده ممكن المهارة دي تكون مثلا عهد ما بينه وما بين الحاكمة أو حاجة. بيقرر هنا الأول يدي للحاكمة تفاحة، فبياخد تفاحة فعلا وبيقدمها ليها، ولكنها بتكون حزينة وبتلف وبتدي ظهرها لسانشو. بيستغرب سانشو ردة الفعل دي، بس وقتها بيجيله إنه نجح في المهمة وهيحصل دلوقتي على نقط. وقتها بطلنا بيستوعب المهارة، وإن المهارة دي بتبقى عبارة على إنه يدي لنفسه مهمة وينفذها، ووقتها هياخد مكافآت. وعشان يتأكد فبيقرر يجرب، وبيقول أنا دلوقتي هحط مهمة وهي إن أنا هقرص هامتول. بيقرصه فعلا ساعتها من خده، وهنا بيفرح لأن المهارة بتكون اشتغلت وبياخد نقط. على الجهة التانية هامتول بيتعصب وبيضرب سانشو، فسانشو بيفضل يضحك وبيقول أنا هجرب المهارة دي كمان مرة. وبيقول إن مهمته المرة دي هو إنه هيفضل يأكل دوجي لحد الشبع. بيصرخ أري وبيخاف، أما دوجي فبيفرح جامد وبيجري على سانشو، وسانشو فعلا بيبدأ يأكله. وبعد كده بيقول إن أكيد خلاص دوجي شبع، وبيتساءل ليه النقط بتاعته ما جاتلوش بقى. بس بعدها بيستوعب لما بيلاقي إن دوجي لسه لعابه بيسيل أساسا وجعان زي ما هو، مع إنه أكل كتير قوي. بيقرر سانشو إنه مش هيكمل المهمة دي، فأري بياخد نفسه لما بيسمع كده وبيرتاح. وفجأة جين بتيجي في المكان وبتجري على سانشو وبتناديله، فسانشو بيكلمها وبيسألها إذا كان في مشكلة ولا إيه، عشان كده رجعت بعد يوم. بتاخد جين نفسها وبتقول له ده مش وقت أسئلة خالص، وبتعرفه إن هو لازم يجهز نفسه دلوقتي للدفاع عن القالب بتاعه. بيتفاجأ سانشو وبيسألها إذا كان في حد بيخطط إن هو يغزوه، فجين بترد وبتقول له غالبا ده احتمال كبير جدا، وبتعرفه برضه إن الطلب على التفاح كبير، فعشان كده اضطروا إن هم يخلوا الحد الأقصى للشراء لكل فرد تفاحة. والمشكلة بقى إن هم لما عملوا كده لقوا في 5000 واحد حاجز تفاحة. بيتجنن سانشو طبعا وبيسأل إزاي كل ده ممكن، فبتهدي جين وبتقول له ما تقلقش، كده كده اللي حجزوا مش مهتمين بميعاد وصول التفاح هيكون امتى يعني. وبعدها بتحذره بقى وبتقول له دلوقتي الحرامية والطماعين هيسعوا ان هم يحصلوا على التفاح اللي انت بتجيبه ده، فممكن ان هم يموتوك. وبتقول له كمان الحاجة اللي هتخليهم يعملوا جرائم هو ان المكان اللي انت فيه ده مفهوش اي قوانين. وبتعرفه ان كمان مفيش حد جنبه اساسا عشان يساعده على قتال المجرمين دول. في الاثناء دي بيبص سانشو وراه للحاكمة وبيقول لنفسه انها الوحيدة اللي بتساعده دايما، وبيكون قلقان عشان لو خسر والمكان ده تم غزوه فالحاكمة كده هتموت وهتضيع الخصوبة نفسها. بتنصحه جين هنا ان هو بس يزود سلطته على القالب ويقفل المدخل عشان محدش يجي. فبيرد سانشو وبيقول لها انا بخطط ان انا احتل قوالب مجاورة واعمل قواعد عشان التمويه. بتقول له جين الفكرة دي كويسة قوي لان الاحتلال هيشيل قيود المرور. بيرجع سانشو يتكلم في موضوع التفاح وبيقول لها بس الحجز اللي حصل على التفاح ده شيء مش طبيعي ابدا. فجين بتقول له ان فعلا التفاح عامل ضجة كبيرة جدا بسبب تأثيراته، وبتعرف سانشو ان في اشاعات انتشرت ان الاشخاص اللي بياكلوا التفاح مهاراتهم بتتطور، ولو حد عنده اي مرض فهو بيختفي حتى. بيقول لها سانشو الاشاعات دي كلها مش حقيقية، فجين بتزعل وبتقول انا فكرت ان التأثيرات فعلا هي حقيقة. وبعد كده بيطلب سانشو منها ان هم يتحركوا دلوقتي عشان يبدأوا باحتلال القوالب المجاورة. جين بتبقى محبطة لسه وبتسأله فعلا اذا كان التفاح ده مش سحري وبيعالج، فسانشو بيزعق لها وبيقول لها لا ده تفاح عادي يعني. في الوقت ده بننتقل بالأحداث للمستشفى، وروهان بيبقى دخل وفي صحفي بيكون بيراقبه ومعاه كاميرا وبيقول أنا هكسب فلوس كتير جدا النهاردة. اللي موجود في المستشفى هنا بيبقى السيد هونج، واللي بنعرف إنه أعظم خيميائي وبيرحب بروهان لما بيشوفه. وقتها روهان بيحط صندوق تفاح وبيقول للسيد هونج إن دي هدية ليه. بيرد هونج عليه وبيقول له خلاص أنا هخرج من المستشفى النهاردة، وبيشوف التفاح ده فبيسأله إذا كان ده التفاح الشهير اللي ليه تأثيرات مميزة عشان كده هو اشتراه كله. بيرد روهان عليه وبيقول له على فكرة دي إشاعات بس مش أكتر، فهونج بيقول له أنا فعلا حسيت كده. وبعدها بيقطع حتة من التفاح وبيبدأ ياكل قطمة وبيندهش جدا من طعمه وبيقول عليه إن طعمه لذيذ بشكل رهيب. بيسأله هونج إذا كان كل التفاح برضه بنفس طعم، فروهان بيقول له معرفش لأن أنا مش خبير في الطعام يعني. بعد كده بيسرح هونج شوية وبيفكر في طريقة لزراعة التفاح ده، وبيقول على التفاح إن هو غريب جدا لأن مفيش أي سماد يقدر إن هو يعزز طعمه وريحته أبدا زي كده. روهان مش بيبقى مهتم وبيفضل ياكل في التفاح وخلاص لحد ما بيخلص الطبق اللي قدامه. فبيتعصب هونج لما ده بيحصل وبيزعق له وبيقول له انت ازاي جايب لي هديه وعمال بتاكلها كلها. بيرد روهان عليه وبيقول له لان انت اللي سبت التفاح دلوقتي وعمال بتتكلم مع نفسك. عنده هونج هنا وبيقول له تمام انا هشتري بنفسي، وبيكلم المتجر اللي بيبيع التفاح لانه يبقى زبون مميز عندهم. ولكن للاسف ساعتها الموظف بيعتذر ليه وبيقول له ان في ضغط كبير جدا ومش هيقدر يجيب له حاجه دلوقتي. بيغريهم هونج وبيقول لهم هاتوا لي كل التفاح اللي عندكم
لكم ده وانا هديكم ضعف السعر، وبيطلب منهم يستعجلوا لانه مش فاضي. في نفس الوقت ده بيبقى في صحفي بيصور اللي بيحصل كله بشكل سري. هو بعدها بيروح منزل في الاخبار ان هونج خلاص خرج من المستشفى على طول بسبب ان هو اكل التفاح. بيشوف مدير جين الاخبار دي فبيغضب جامد جدا وبيرزع على المكتب، وبيقول ان الصحفيين بيبوظوا كل حاجه ومش بيبقى عارف ازاي هيقدر يقنع الناس ان التفاح ده عادي يعني.